وهو امام عاشور. دايما هقعد اتكلم على امام عاشور بصراحه، يعني لان امام عاشور من اللعيبه. يعني بكلمكم بصراحه يا جماعه، وانت بتتفرج على الكوره، انا بحس نفسي يعني مع احترامي طبعا للجيل اللي موجود، بحس ان انا بتفرج على الجيل بتاعنا. هو الوحيد اللي عنده، يعني في اكتر من كذا لاعب عنده الحته اللي واخد اجزاء كتيره جدا من الجيل اللي كان موجود عندنا. ثقه في النفس، رفعه وشه كده في الملعب، استلامه للكوره، رؤيته للملعب، التحرك الذهني بتاعه جوه الملعب قبل ما يستلم الكوره بيشتغل بصراحه. هقولها تاني، لعيب موهوب جدا، ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا. وهقولها التاني وتالت ورابع، هو يعني ناقص بصراحه التركيز على المرمى. عايز اقول لكم حاجه والله، يعني امام عاشور لو ركز على المرمى اكتر من كده، انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا هتشوفوا مستوى تاني. لان فعلا المجهود اللي بيعمله جوه الملعب والمستوى اللي بيعمله جوه الملعب يا جماعه بجد، مع احترامي لكل اللعيبه اللي في مصر، الكواليتي بتاع امام عاشور مش موجود في مصر. حقيقي مش موجود. يعني ممكن تلاقي فيه عناصر قليله جدا، بس الكواليتي بتاع امام عاشور نفسه قليل جدا تلاقيه في مصر بالثقه بتاعته. هو سابق المراحل بتاعته بصراحه، يعني هو سابق الجيل ده. حقيقي بجد هو سابق الجيل ده بمراحل كبيره جدا، وسابق العصر بتاعه، بس ناقص له حاجات بسيطه كده لو اشتغل عليها. يعني هو مش انت امام، انا عايز اقول له حاجه، امام انت مش محتاج ان انت تثبت وجودك. اولا ما شاء الله انت عندك دعم جماهيري، الجماهير متقبلاك، الجماهير بتحبك جدا. مش بتحبك عشان خاطر ان انت جاي من الزمالك، لا هي بتحبك عشان انت بتأدي الدور المطلوب منك جوه الملعب، والروح بتاعتك جوه الملعب باينه ان انت عايز تعمل حاجه للنادي. محبه اللعيبه ليك وحب الجمهور ليك وحب اللعيبه ليك جوه الملعب، ده من ضمن النجاح ليك على فكره في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واعي، مجلس الاداره واعي، اللعيبه حتى اللي موجوده في النادي الاهلي بتحس ان اللعيب ده عايز يتالق، عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. وانت عندك ما شاء الله، عندك مستوى اكتر من كده يا جماعه. الناس اللي بتتفرج وبتقعد تتكلم على امام عنده اكتر من كده بمراحل، عنده قد كده بمراحل في حاجات كتيره جدا. عنده لسه، انت عندك الحته الجزئيه بتاعت التسديد على المرمى والتركيز بتاعه على المرمى، انت لسه ما شفتهوش. امام عاشور لو خد ثقه في التسديد على المرمى باحراز هدف، انا نفسي اشوف له هدف حلو بصراحه. الهدف ده هيفرق معاه بشكل كبير جدا، وخصوصا لما تسديده. لان امام هو مميز في دي عنده ميزه لحد دلوقتي النادي الاهلي ما شافهاش، ولا جمهور النادي الاهلي شافها، ولا انا حتى شفتها، ولا الناس اللي بتتابع المباراه لسه شافت امام عاشور بالمستوى اللي احنا متوقعينه. في المجمل النادي الاهلي امبارح عمل مباراه كبيره، في مكاسب كتيره جدا للنادي الاهلي امبارح ظهرت في المباراه. لان خصوصا كمان انت خلاص يعني خلال ايام انت عندك مباراه النادي الاهلي والزمالك، كل الحاجات دي طبعا بالمكسب والتالق وبالشكل دوت بيديك ثقه في المرحله اللي جايه. بالفعل زي ما يقول الكابتن ابراهيم سعيد، انا بشوف امام عاشور هو صفقة القرن بالنسبة للنادي الاهلي. والمستوى اللي بيقدمه امام عاشور حاليا هو افضل لاعب في مصر بيلعب كورة. حقيقة امام عاشور بيقدم على مستوى صناعة الاهداف، على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الملعب. امام عاشور بيقدم مستويات عالية جدا جدا. وخلي بالك امام عاشور لو تخلص بالكرة بسرعة ولعب السهل ممتنع زي ما قال الكابتن ابراهيم سعيد، امام عاشور هيكون في حته تانية خالص بالنسبه للعيبه مصر كلها. امام عاشور هو صفقه القرن بالنسبه للنادي الاهلي.